مساء الخير حبايب، يا رب تكونوا بأحسن حال. ربي ينعم عليكم بالصحة وبالعافية ويحقق لكم كل أحلامكم. وأتمنى أشكركم وأشكر متابعتكم وتعليقاتكم الجميلة ودعمكم ودعائكم لي، وأشكر كل المشتركين الجدد، وإن شاء الله التواصل بأمانة مع الجميع. طبعا اليوم حبيت أمسي عليكم وأصور لكم طريقة عمل مرقة البامية. طبعا البامية أكلة سهلة وبسيطة والكل يعرفها لأنه أكلة شعبية ومتداولة والجميع يعني يرغبها. طبعا غسلت اللحم جيدا وخليته على النار، ولما نشف هنا دا أحمسه. طبعا أحمسه حمس جيد إلى أن يعني حتى اللون اللي هنا دا تشوفوه تغير، يعني صار جوزي. يفضل أن يكون اللحم دهين لأنه البامية تحب يعني اللحم الدهين. طبعا بعد ما حمست اللحم ضفت له ثوم وضفت له ملعقتين او 3 معجون حسب الكميه اللي انت مسويتها. والباميه طبعا عندي مجمده لانه موسم الباميه انتهى، فطلعتها من الفريز يعني مباشرة إلى القدر، يعني ما أتركها إلى أن تذوب. أي شيء مجمد يفضل إنه رأسا يعني تستعمليه حتى لا يتغير لونه. ضفت لها الماء وصلصة الطماطم وأتركها إلى أن توصل القوام اللي أنا أريده. طبعا البعض يفضلها تشريب يعني فيفضلوها شوية خفيفة، والبعض يفضلها ثخينة لأنه يعني دائما تقدم مع الرز الأبيض اللي هو التمن أو العيش الخليجي. واني طبعا غسلت التمن ونقعته، وان شاء الله ايضا يعني راح اسوي وياها. واكله طيبه وبسيطه وايضا غير مكلفه. طبعا الرز غسلته كله زين، والكل يعرف طريقه عمل الرز الابيض. اضيف له زيت للقدر واخليه شويه يحمى، واضيف له الماء، ولما يفور المي اضيف التمن. طبعا اترك الماء لين يفور لانه واضيف له شويه ملح حتى اذا اكو زفر او شيء بالزيت يروح ويطلع طعمه كلش طيب. طبعا هنا انا خليت التمن ان شاء الله يعني ياخذ له فتره ويستوي، واكله طيبه واتمنى تجربوها. احنا ما نضيف لها غير بس الثوم، والبعض يفضل انه يضيف لها الحموضه اللي هو حامض الليمون او الليمون. واكله طيبه، وطبعا بالصيف الكل يحبها، ودائما معاها يعني شيء رئيسي الرقي او البطيخ الصيفي المصريين يسموه، والخضره السلطه، يعني هاي الاشياء واللبن. فاتمنى ان شاء الله الاكله تعجبكم وجربوها. هنا طبعا لما بدا الدهن يعني يطفو على سطح القدر يعني هاي استوت طبعا. وما يعني اشجع انه واحد يخلي هالقد دهن، لانه جماعه السكر والضغط اكيد يعني راح يزعلون، لانه هذه بالنسبه لهم فشي قاتل. واتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، ويا رب الجميع يحقق كل اللي يريده. واشكركم مره ثانيه واتمنى لكم كل الخير. طبعا خلصت وغسلت المواعين وغسلت السنك، وان شاء الله تمام العافيه. تحياتي للجميع، ويا رب اشوفكم بخير وصحه وسلامه وسعاده. مع الف سلامه.